مرحبا بكم في شاشة كولتور ميديا الجزائر، ثقافات ميديا الجزائر. اليوم أدعوكم لاكتشاف شخصية رائدة في الأنثروبولوجيا العالمية، فرناندو أورتيز فرنانديز. لا تعرفونه، يجهلونه الكثير، وهو من أكبر الأنثروبولوجيين في العالم. لست أدري لماذا لا يجهله الكثير، يجهل وجوده الكثير، لأنه كوبي. ممكن هذا الأنثروبولوجي الكوبي الكبير الذي غير جذريا طريقتنا في التفكير بالهوية والثقافات. قبل دولوز وغاتاري بوقت طويل صاغ أورتيز مفهوما أساسيا، هو التثاقف، من خلال دراسته للعلاقة بين التبغ والسكر. بين التبغ والسكر في كوبا أثبت أن الهوية ليست ثابتة، بل تبنى عبر العلاقات الاجتماعية، النضالات الجماعية، والتبادلات بين الثقافات المهيمنة والمغلوبة. لقد استبدلت الثنائية الاختزالية الانتركولتوراليتي بالتعددية الثقافية بمنطق تثاقفي أكثر انفتاح ومرونة، يساعدنا على فهم تداخل الثقافات وغنى المزيج الحضاري. الأنثروبولوجي الكوبي فرناندو أورتيز فرنانديز، الذي ولد في 1881 وتوفي في 1969، قدم أعمالا بارزة حول واقع متحرك وسلس. الهوية من خلال دراسته للعلاقة بين التبغ والسكر في كوبا، ابتكر مفهوم التثاقف الذي يعرف بأنه العملية التي تستعير فيها جماعة ما طوعا أو كرها عناصر متعددة من ثقافة مهيمنة أو غازية. أورتيز ربط الهوية بالشروط الديمغرافية والتاريخية والاجتماعية، وأبرز تشابك الثقافات وتداخلها. ربما كانت هذه المرة الأولى التي ينجح فيها أنثروبولوجي في وصل الهوية بالعلاقات الاجتماعية والنضالات الجماعية. بعد عقود سيستعمل دولوز وغاتاري صورة لتوصيف هذا التشابك الجذور أو ريزوم. للأسف في جامعاتنا، حتى في جامعات أوروبا، يبقى هذا المفكر الكبير مجهولا إلى حد بعيد. ومع ذلك فقد أعاد تعريف الهوية التي ظلت أسيرة قراءات جوهرانية des lectures essentialistes، بربطها بعالم العمل والديناميات الاجتماعية. كتابه الأبرز الذي علينا أن نقرأه ونفهمه ونستعمل بعض عناصره في تحاليلنا وأعمالنا الجماعية، هو عنوانه الجدل الكوبي بين التبغ والسكر. صدر أول مرة في هافانا عام 1940، ثم أعيد نشره عام 1963 مع 100 صفحة إضافية ومقدمة من المفكر المعروف برونيسلاف مالينوفسكي.
وأعيد طبعه عام 1991 في مونريال. أورتيز قبل دولوز وغاتاري طرح أيضا سؤال الهوية المرتبطة باللعب الاجتماعي والتاريخي. تطوره الفكري كان لافتا، من موقف ملتبس تجاه العنصرية أصبح من أبرز دعاة مناهضة العنصرية، مدمجا البعد الإفريقي في الهوية الكوبية. إن أعمال فرناندو أورتيز تذكرنا أن الهوية ليست جامدة، بل هي متحركة، تتشكل عبر العلاقات الاجتماعية، النضالات والمزيج الثقافي. مفهومه للتثاقف يظل مفتاحا أساسيا لفهم مجتمعاتنا المعاصرة، أبعد بكثير من حدود كوبا. أورتيز كان رائدا ورؤيويا، ربط الأنثروبولوجيا بالتاريخ والعمل والديناميات الاجتماعية، ومع ذلك كما قلت يبقى مجهولا في جامعاتنا، رغم أنه فتح الطريق أمام فكر نقدي ومناهض للعنصرية، مدمجا تعددية الإرث الثقافي. هذه الثروة الفكرية يجب أن نستمر في إبرازها والدفاع عنها، لأن فهم التثاقف هو أيضا فهم واقعنا، مقاومتنا وذاكرتنا. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة على قناة كولتور ميديا ألجيري. لا تنسوا الاشتراك، مشاركة الفيديو، وترك آرائكم. أنا أريد أن نتناقش، نتكلم حول هذه المسائل والقضايا الإبستمولوجية المهمة جدا. الحوار مهم، النقاش مهم. إذن أريد أن تتركوا تعليقاتكم، وإلى اللقاء، إلى لقاء قريب مع رحلة جديدة في عوالم الثقافة والذاكرة. إلى اللقاء صديقاتي، أصدقائي، إلى اللقاء.